ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طيب، علشان عندنا النهارده حلقة قوية فهضطر برضه استنى الناس بتوعنا على ما يتجمعوا معانا. واولا بشكر، يعني مبدئيا كده بشكر الاستاذ ايهاب على دعمه لينا. يعني اللي مش عارف يعني ارده له ازاي بصراحة، يعني بس بجد الراجل مشكور على يعني تقديمه ودعمه لقناة ملعوبة مع بيبو او الكورة مع بيبو سابقا. طب خليني بس ارحب ب الناس اللي شرفتنا النهارده. الاضاءة تمام، قعدت كده ايه ظبطت الدنيا امبارح. و طيب، اتمنى بس كده لايك وشير يا شباب. استاذه حاجه عبير خميس، تحياتي لحضرتك. وعليكم السلام. استاذ طه، تحياتي، منور الدنيا. استاذ شعبان طلب، تحياتي لحضرتك وعليكم السلام. استاذه نعيمه السيد، مساء الفل والنور والعسل، تحياتي لحضرتك. طيب، استاذ ايمن، منور الدنيا. استاذ احمد خليل، تحياتي لحضرتك. برجاء لايك وشير يا شباب، يعني اللي شرفنا بس كده ايه الكلام اللي هنفتحه النهارده مع حضراتكم. وجايبين بقى ايه يعني القديم او الرسائل اللي كان بيوجهها الكابتن محمود الخطيب آه على الموضوع اللي يمكن معلن امام حضراتكم ان الاهلي للبيع بقيمة 2 مليار دولار. وده اللي حصل. استاذة امال، استاذة سعاد، استاذة فريدة، تحياتي لحضراتكم جميعا. وده اللي معلش بقى يا جماعة، أنا يعني جيت بس عشان الميعاد بتاعنا فقلت مش عايز أتأخر على حضراتكم. برجاء بس لايك وشير للناس اللي بتشرفنا. طيب، خلينا بس نبدأ الحلقة كده إيه معاكم أهو. خلاص يعني الناس بدأت تتجمع معانا. طب كويس، ماشي. مبدئيا في مهاترات كده شفناها على السوشيال ميديا ومن الإعلام ومن بعض الهزازين اللي حضراتكم يمكن عارفينهم، ومش محتاجين يعني ان احنا نذكر اساميهم، من الهبيدة ومن فطوطة ومن غيره وغيره. ويعني التقليل من قيمة وحجم النادي الأهلي، وكمان تشجيعهم لنادي صن داونز اللي تعادل النهارده في مباراة كانت يعني شهدت أحداث كده عجيبة جدا جدا جدا. بعد الدقيقة 70 المباراة انتهت اوريدي بنتيجة 2-2. ونتيجة المباراة الأولى كانت 1-1، عفوا التعادل برضو 0-0. فبالتالي نتيجة 2-2 خلت نادي الوداد يصعد لمقابلة النادي الأهلي. وخليني بس أذكر لحضرتك كده بعد أو بعض الأرقام اللي معانا النهاردة، واللي يمكن أرقام تقدر تقول كده لأول مرة بتحصل. لأول مرة النهائي الأفريقي الثالث على التوالي مثلا يتلعب في الدار البيضاء في المغرب. أول نهائي كان 2021 لما النادي الأهلي كسب ب 3-0 أمام كايزر تشيفز. والنهائي الثاني كان 2022 اللي فات أمام الوداد، اللي اتلعب من مباراة واحدة وكلنا شاهدنا فيها الظلم بحضور جماهيري كامل وعلى ارض منافس، ومن مباراه وتحكيم وفار وكل يعني بص، عايز اقول لك كل العوامل الخارجيه والداخليه كانت بتلعب مع الوداد. ويمكن ده اللي خوف بعض الناس من حضراتكم لما سمع انه الوداد هي خلاص اللي يعني صعدت. قلنا كده المباراة تحولت من فقط مباراة في الملعب امام نادي صن داونز الى مباراة خارجيا وداخليا لازم تعمل لها مليون حساب، ولازم تعمل لها يعني اعداد جيد جدا جدا جدا. وخلينا نقول انه الكابتن محمود الخطيب كان ليه اليد العليا في تغيير نظام البطولة السنة دي من مباراتين في النهائي ذهاب وعودة. النهائي الثالث طبعا اللي هيبقى ما بين النادي الأهلي والوداد، المباراة الأولى اللي هتبقى في القاهرة. خليني أقول لك التاريخ بالتحديد يوم 11. وكمان صعود الوداد
حل مشكلة كبيرة جدًا، جدًا، جدًا للاتحاد المصري لكرة القدم، اللي ما كدبوش خبر وورونا وطلعوا علينا بدعمهم للنادي الأهلي، وقال لك إنه على النادي الأهلي إنه خلاص يعتمد بقى ويبدأ يعني يحط في عقليته إنه هيتحرم من اللعيبة الدوليين. فاضل 40 دقيقة، لأ مش على الماتش، أوكي، أنا فكّرت فاضل 40 دقيقة على حاجة تانية. طيب، ماما هناء تحياتي لحضرتك، تحياتي لكل الناس اللي بتشرّفنا وبتنوّرنا. ما تنسوش لايك وشير للفيديو يا شباب. فبالتالي حلّت مشكلة كبيرة للاتحاد المصري في قصة مواعيد المنتخبات وكده، وإنه كمان ادّت الفرصة للاعبي النادي الأهلي إنه أنت لا هتيجي بقى من بريتوريا على المغرب، ولا هيبقى في إجهاد للعيبة، ولا كمان هو المفروض إن التجمُّع هيبقى يوم 12، أنت النهائي بتاعك يوم 11، كده ما في أي مشكلة يا أستاذ رفيق عند مدير المنتخب اللي طالع يتلكك ويلطش بالكلام ويروش كده ويركب كمان هو ترند زي خالد الغندور وغيره. وبالتالي نطمنهم ونطمن كمان حضراتكم إنه الأمور اتحلت بفوز الوداد. فوز الوداد هيبدأ يدّي كمان الإراحة الكاملة للاعبينك أنت شخصيًا في المباراة بتاعة منتخب مصر. طيب، كمان عندنا ردود أفعال من بعض الزملكاوية على تصريحات يعني بعد المباراة قعدوا يشكّكوا ويقلّلوا في مستوى الأهلي. واحد اسمه ما أعرفش كده علبة خضار والّا اسمه إيه، م م مش فاكر، ممكن حضراتكم يعني تبقوا عارفينه إن شاء الله. يعني طمنونا يا شباب النتيجة كده أول بأول لغاية لمّا يعني نفرح إن شاء الله مع بعض. طيب، فبالتالي حضراتكم لمّا بنتكلّم بأرقام وبنتكلّم يعني إحصائيات، إحنا بنقول النادي الأهلي عمل 750 تمريرة، إحنا بنقول النادي الأهلي عمل يعني يمكن بعض بيقول 97 تمريرة وأنا باقول 96 تمريرة في خلال 4 دقايق وكسور من الثانية في إمتلاك الكرة. أكتر نادي عمل تمريرات أصلًا ك ك يعني كفي أندية عادية كده هنلاقي نادي بايرن ميونشن أمام هيرتا برلين كان عمل 1004 تمريرة، وكان في استحواذ على الكرة بنسبة كبيرة جدًا، جدًا، جدًا. هو ده الوحيد اللي مسجل رقم رسمي تحت اسمه. أعتقد إنه النادي الأهلي الشؤون القانونية في النادي الأهلي بياخدوا دلوقتي الCD بتاع ال4 دقايق وكسور، وهيودوهم كمان إنه هتتسجل في الويكيبيديا وفي المواقع الرسمية كرقم يعني سكور لازم يتحط أو تحت اسم النادي الأهلي. وده يعني إن دل يدل على إنه في إدارة شغالة شغل احترافي جدًا، في جهاز فني شغال شغل على يعني قدر من الاهتمام والمسؤولية تجاه لاعبي النادي الأهلي. وده خلّى البعض من الإعلاميين والصحفيين بتوع نادي الزمالك يطلعوا ويتراشقوا بالكلام ويتبادلوا بالألفاظ على الباشمهندس خالد مرتجي، اللي كان بيرد فيها على الأستاذ عمرو أديب. عم حسين فؤاد، تحياتي لحضرتك، منوّر الدنيا. برجاء لايك وشير يا شباب للفيديو وطمنونا، علشان أنا شُفت الفيديو بتاع امبارح كان فيه تقطيع كبير جدًا، جدًا، جدًا. مش عارف بقى هل ده العيب من عندنا والّا أيوه، أدي الأستاذة فريدة أبو زيد قالت الاسمين. فحضراتكم دلوقتي لازم الناس دي يترد عليها أصلًا وقتي، إنك تتطاول على واحد زي الباشمهندس خالد، وأنت معلش يعني أنا مع احترامي الشديد لكل الناس، هو ما يرضاش يشغّلك عنده سواق. أنا باكلّمك بمنتهى الأمانة. يعني ده راجل يعني معلش اللي زي حضرتك كده هاقول إيه، الجهل هو باين أكتر قدّام حضراتكم من الناس دي. طيب، كمان طلع واحد تاني يعني أقدر أقول عليه إيه،
إحنا كنا مسمينه خيري شبشب أو بكتيريا، أو سموه كمان زي ما تسموه ممكن تقولوا عليه إيه، مثلًا هوبيدا، مثلًا ممكن تقولوا عليه هو بكتيريا حلوة أوي عليك. طلع قال لك إيه، ما لكش حجة، النهائي ذهاب وإياب، مش في مباراة العودة في المغرب زي 2022 وبحضور جماهيري كامل، اللي بيها أنا بس بأكد لك إنه أنتم لو دورتوا دلوقتي حضراتكم. أمس كنت باسمعك. طب معلش أنا باعتذر لك طبعًا. المهم، ما فيش مشكلة يا عم حسين. المهم أنت لو دلوقتي جيت تدوّر يا عم حسين على فطوطة ده، هتبُص تلاقيه راح عند الدولاب بتاع الهدوم بتاعته القديمة، ويقعد يدوّر، ويدوّر، ويدوّر لغاية لمّا يطلّع تيشيرت إيه، الولاد. فاكرين يعني الليمبي لمّا كان راح عند عبلة كامل كده وكان بيدوّر على الكراسة الصفرا، فين الكراسة الصفرا يامّا؟ هو دلوقتي عمّال يا عيني من أول البطولة عمّال يغيّر ويبدّل، ويغيّر ويبدّل، والله أعلم هتنحسوا مين تاني في طريقكم اللي جاي. لكن أأكد كمان لحضرتك إنه الشؤون القانونية و كمان الكابتن محمود الخطيب يعني قدّم باعتذار رسمي، اعتذار رسمي. يعني باكرّر أهو علشان امبارح بس الحلقة بتاعتنا كانت قصيّرة ظروف المباراة وكده، فاتقدم باعتذار رسمي. عندهم تيشيرت الوداد من العام الماضي. طب يا عم حسين، ما هم شايلينه بقى في المخزن، هم دلوقتي إيه، يعني ياخدوا وقتهم كده في التدوير عليه، وإن شاء الله ما تكونش يعني الحاجة شالته في المخزون بتاع يعني الكساء بتاع الشتاء والصيف. المهم، فبالتالي بعد ما يعني النادي الأهلي عرف تراشق جماهير نادي الزمالك بعد ما خرجوا من الاستاد في المباراة بتاعتهم اللي كانت أمام نادي أسوان، اللي بيها يعني تسببوا في ذعر للأتوبيس اللي كان متجه للتدريبات في استاد القاهرة. وبالتالي تقدم الكابتن محمود الخطيب باعتذار رسمي للجالية أو للبعثة التونسية اللي كانت متواجدة في القاهرة مع نادي الترجي. فبالتالي كمان الجهات المسؤولة عن الشؤون القانونية في النادي الأهلي تقدمت كمان بشكوى للجهات المسؤولة في مصر وللاتحاد الأفريقي علشان ما يحصلش يعني شكوى معاكسة تجاه النادي الأهلي، وده أمر يحترم. لكن هنقف لغاية كده عن إنه النادي الأهلي اتقدم باعتذار. أبو عمر منور الدنيا، تحياتي لحضرتك. هل هنقف لغاية كده على إن النادي الأهلي مثلًا يغطي ورا الناس دي، والّا النادي الأهلي يقعد يلملم من ورا مشاكلهم؟ لأ. طب ما على الجانب التاني برضه إحنا ما زال في أسئلة متعلقة عند أذهان المشاهدين والمستمعين وكمان اللي بيتكلموا على الشاشات. أول سؤال اللي بنسأله على مدار يمكن 3، 4 حلقات فاتوا، فين العقوبة على جماهير نادي الإسماعيلي، وفين عقوبة على جماهير نادي الزمالك بالمواقف اللي حصلت، وفين عقوبة الإيقاف على انسحاب مباراة السوبر؟ وإحنا مش بننسى. زائد كمان أنت لو كنت طلّعت عقوبات ضد الجماهير دي، ما كانتش طلعت وعملت اللي عملته قدّام الأتوبيس بتاع نادي الترجي. الترجي ما كان قدّامك في المجموعة وما قدرتش تصعد معاه وطلعت حصّلت المجموعة. أي نعم هتكسب $750,000 بعد ما حصل تعديلات، لكن أنا عايز أقول لك كمان يا حزين، يا حزين على نفسك. يعني احزن على نفسك لأن أنت عليك 7.8 مليون دولار عند الفيفا، فهيدّي لك إزاي فلوس وأنت مديون يا حزين. فبالتالي حضراتكم دلوقتي لو أنتم كنتم طلّعتوا العقوبات، لو أنتم كنتم اهتميتوا بإن يعني ما هو بالعقل فعلًا، من آمن العقاب أساء قلة الأدب بقى والحركات اللي أنتم شايفينها دي. لكن أنا باوعدكم إن إحنا هنفضل ورا الموضوع لغاية لمّا نجيب
حق الناس. سلمى منوره الدنيا. استاذه جيهان عبد الرحمن تحياتي لحضرتك، منورين الدنيا يا شباب. شرفتونا ونورتونا. لايك وشير بس علشان عندنا ردود مهمه جدا، وكم مقطع كده عايز يعني اشارك بيهم مع حضراتكم. يعني ومهمين جدا علشان بس ايه المهاترات اللي بتحصل دي، وتخوف جماهير النادي الاهلي من قصة ان واحد يطلع علينا امبارح في ظل انت بتصعد ليه قبل عفوا للنهائي الرابع على التوالي وللمرة الثانية في تاريخك انك تعمل كده، و يعني النادي الوحيد اللي في 7 مشاركات انه يوصل ل6 نهائيات معاك وياخد منهم يعني عدد من عفوا 6 نهائيات يوصل ياخد منهم، وان شاء الله دي تبقى الخامسه على يعني في العشريه الاخيره. لا ده انجاز، ده حاجه كبيره جدا، وده لازم تقف عنده. مش تيجي حضرتك تطلع تقول لي ايه، هو انتوا مش هتدفعوا بقى الاتنين او الغرامه بتاعه كهربا؟ يا عم بارك. رضا سر السعاده تحياتي لحضرتك. بارك للراجل الاول. تعالى بس نسمع انا وحضرتك كده مع بعض. مبروك للنادي الاهلي، مبروك للنادي الاهلي. استاذ عبده ميخائيل تحياتي لحضرتك. هكلمك على الواتساب بعد ما اخلص لان التليفون عندي فيه مشكله. استاذ جمال تحياتي لحضرتك. طيب خلينا نسمع بس المقطع الاول كده مع حضراتكم، علشان الكلام ده هيتبني عليه حوارات كبيره وكتيره جدا جدا جدا. اتفضل شغل دي بس كده معانا. استاذه سلوى تحياتي لحضرتك، منوره الدنيا. طبعا من قلبي فوز تاريخي يا جماعه طمنونا قبل ما اشغل اي حاجه، بس طمنونا لو البث تمام، علشان شكل الهجمه ايه. يعني اللي ما عملش لايك يعمل وشير للفيديو، علشان يعني مش فاهمين بصراحه. انا يعني اليومين على التوالي بلاقي تقطيع في الفيديو بشكل عجيب، مع انه النت عندنا كويس جدا. فبستأذن حضراتكم انه لايك وشير. بس لسه احنا هنقول ده شوط اتفضل. اولاني، لسه في شوط ثاني في مصر، وان شاء الله باذن الله تعالى. لا يا خالد مفيش شوط تاني، الماتش خلص مفيش شوط تاني. لا في شوط تاني يا عمر، لسه الكرة مالهاش كبير يا عمر، الكرة مالهاش كبير. يعني انت عايز تقول لي ان الاهلي على ملعبه هيتغلب 4؟ الثاني بياخد 4 مليون، الثالث بياخد 2.5 مليون، الرابع بياخد 2 مليون. احنا الحمد لله رب العالمين يعني وصلنا يعني ورست كيس سيناريو ان شاء الله ناخد 2 مليون. والله ربنا عالم بينا، ربنا عالم بينا. لا عيط يا خالد، ربنا عالم بينا ايه يعني؟ ربنا عالم بينا يا عمر. ال 2 مليون دول كنتوا مزنوقين فيهم يعني؟ احنا مزنوقين على طول، مصر كلها مزنوقه في الدولارات يا عمرو، احنا هنتكلم وانا بقول ايه يا عم. فالحمد لله رب العالمين ان النادي الاهلي اهو بيجيب يعني ريسورسز او بيجيب ريفينيو من بالعمله الصعبه. هي فرصه برضه يبقى معاكم دولارات تدفعوا غرامه كهرباء. احنا عايزين ندفع الاول المرتبات بتاعتنا، احنا عندنا مرتبات فوق ال 800 900 الف دولار كل شهر ما بين لعيبه وما بين مدربين، فاحنا عندنا التزامات كبيره. طب وكهرباء اخباره ايه؟ لعب اهو النهارده زي الفل الحمد لله. طيب هو شكله هيكمل للاخر. لا هو مكمل. انا قلت لك انا كنت عملت مداخله مع الاخت الفاضله الجميله لميس الحديدي، وقلت لها غالبا ان هو الفيفا هيديله فرصه ان هو يعني يقسط، لان طبعا مبلغ كبير ودايما الفيفا بيبقى في ظهر اللاعب علشان يقدر. ما هو النهارده لو ما لعبش مش هيديله فلوس فمش هيقدر يدفع، فبالتالي لازم يبقى فيه نوع من الكومبرومايز يعني. وان شاء الله خير يعني. كهربا الحقيقه من اللعيبه اللي قعدت 6 اشهر وعارفه انه مش هيلعب، لكن بياكل النجيله والحمد لله رب العالمين ربنا كرمه. كميه اكل نجيله في النادي الاهلي جامده جدا. هي النجيله الاصل يا باشا، نجيله النادي الاهلي. ايوه بتعمل روح الفانيلا. مبروك النجيله الجديده بتاعت الاستاد بتاعكم. مالكش دعوه، مالكش دعوه بالحته دي. انا بس عندي سؤال، ايه قصه غرامه كهرباء مع الاستاذ عمرو اديب بالتحديد؟
حضرتك يعني ليك علاقة في إدارة نادي الزمالك؟ لأ. حضرتك مشجع زملكاوي ماشي، ده على عيننا وراسنا، ما عندناش فيه أي مشكلة. لكن بصفتك إيه بتسأل النادي الأهلي، مش محامي كهربا ولا اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، على الغرامة، وبتسأل المسؤول عن أو أحد يعني مجلس إدارة النادي الأهلي. إيه علاقة الباشمهندس خالد مرتجي بموضوع غرامة كهربا؟ يعني أنا مش فاهم العلاقة ما بين حتى الغرامة أو المشكلة. لو أنت عايز تسأل كإعلامي وفي قضية رياضية، فأنت السؤال غلط للشخص اللي ما ينفعش إن أنت تسأله سؤال زي ده. وأبسط الأمور إن هو رد عليك وقال لك أنا راجل عندي مسؤولية تانية. هو ده اللي أنت تتكلم معايا فيه. أنا عندي مبالغ بتدفع شهريا 900,000. فالنادي الأهلي اوريدي كمان هو أكد لك على إنه بيدخل يعني عملة صعبة للبلد، غيرنا بيخرج العملة الصعبة من البلد. ده اللي أنت المفروض تتكلم عنه. لكن إنك تسأل الباشمهندس خالد ويجي بقى يطلع شوية هزازين رؤوس وشوية معلش يعني فرخجية على السوشيال ميديا زي بتاع الفرشة، بص رشوا عليهم شوية مية. بصوا أقول لكم على حاجة، الناس دي لو سكتوا عليها تدبل. عشان كده ايه هم تبص تلاقي فيه عرق منهم كده ايه مورور. فلا دول لازم ترش عليهم شوية مية عشان يبداوا يصحصحوا كده للتصريحات اللي بيقولوها. احمد قوطه منور الدنيا، تحياتي لحضرتك. ده كان التصريح اللي بناء عليه طلع وقعد يقول لك عبده مشتاق ومش عبده مشتاق. امال حضرتك تبقى ايه يا عم الفكهاني؟ فهمنا بس، فهمنا انت حضرتك كده بجناحاتك اللي مقصوص ريشك باقي لك اكتر من 20 سنه افريقيا وداير على كل فرق، عامل زي اسمها ايه دي لا مؤاخذه يعني الست اللي كانت بتشتغل في شارع الهرم زمان بالرخصه، تلف على كل البيوت وتلبس كل الالوان وكل التيشيرتات. ليه؟ عشان انت يا حزين عليك اقصى انجازاتك اقصى انجازاتك انك لعبت 2 نهائي 2016 قدام سان داونز واخدت على قفاك، 2019 قدام النادي الاهلي والقضيه ممكن وبرضه اخدت على قفاك. فانت معذور. لكن انك شجعته سان داونز، شجعته رجاء، شجعته يا راجل ده انت القطن، ده انتوا ما لقيتوش فانيله القطن رحتوا عملتوا فانيلا من القطن نفسه ولبستوها. ده عار عليكم، ده عار عليكم. احنا لا ننتمي غير للنادي الاهلي. انا من واحد يعني انا كواحد مشجع اهلاوي بقول لك لا قدر الله لما النادي الاهلي بيخرج من بطوله افريقيا ما بتابعهاش حتى لو انت كنت واصل فيها لابعد مستوى، وده ما بيحصلش اصلا يعني، وده حزين عليك ما بيحصلش. علشان يكون ليك عين وتتكلم بص حتى الفرق. هتطلعوا تقولوا لنا دلوقتي هل الاتحاد الافريقي دلوقتي اهلاوي؟ هل كل الحكام اللي في القاره بيجاملوا الاهلي؟ هل دلوقتي المؤامره الكونيه بتاعت النادي الاهلي ولا هتطلعوا تقولوا ان النادي الاهلي بيكسب بالسحر؟ ولا هتطلعوا تقللوا من حجم وانجازات النادي الاهلي اللي على مدار 5 سنين فاتوا؟ هتطلعوا تعملوا ايه تاني؟ هي دي ده اسمه افلاس، افلاس اعلامي. انت ما عندكش حاجه طالع تقولها فبتطلع تخبط في الناس اللي المفروض تحطهم كقامات كده وتتعلم منهم يعني فن الاداره. عارف يعني فن الاداره؟ هو ده واحد زي الباشمهندس خالد ده الراجل قاعد بيقول لك انا عليا مدخولات وعليا حاجات مش مديون. قال لك احنا علينا مصروفات مش مديونيات يا استاذ عمرو. طيب الهرطوك الثاني او الهلهول الثاني، برجاء لايك وشير يا شباب للفيديو. سوزان منوره الدنيا، تحياتي.
الهلالي الثاني اللي يمكن طلع علينا ب طلعته البهيه او قرعته البهيه بقى، زي ما قول ده غير الهبيده، ده غير اللي قال لك انا اكبر هجاص فيهم. ما بتكلمش على ده، ده خلاص، ده امره انتهى، ده يعني ده كان وخلص منه. خلينا بس نشوف الهبيد التاني الأقرع. الأقرع طلع بتصريح عجيب جدا 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 جدا، وقول من هنا للصبح. اتفضل يا سيدي، ركز كده معايا واسمع. بنشوف حاجات غير طبيعيه. عايزين استثمار رياضي، عايزين الرياضه تساعد البلد في لايك الاستثمار. وشير استاذ مايكل، ده تحياتي. بنشوف فرق بيتم طرحها للبيع بمليارات. مانشستر يونايتد وصل، مش بقارن، لكن عندنا ايوه مانشستر يونايتد تمام 6 مليار ونص دولار هيتباع، والمقارنه ما بين عرض قطري وعرض انجليزي. عرض قطري 6 مليون ونص، والعرض الانجليزي 6 مليار ونص، والعرض 6 مليار ونص استرليني. 6 مليار ونص. انا بس بقول لكم الرقم ليه؟ ايوه قول لهم الرقم عشان ليه. هي دي الكوره. لو الكوره في مصر مش هتدخل لنا فلوس واستثمار، سوري يعني، يبقى اللي شغالين عليها يشتغلوا أيوة. حاجه ثانيه غير تمام. كره القدم. البرازيل اقتصادها قايم على كره القدم يا جماعه. نظره، ايوه نظره يا ولد، نظره للرياضه والاستثمار الرياضي. 6 مليار ونص استرليني. ماشي. ها وبعدين؟ ها ايوه عايز طب تقول ايه؟ عندك عندك. ازاي؟ بص بقى ازاي. غير في اللوائح وغير في القوانين. ايوه في أندية ملك للدولة، تمام، ممكن استفيد منها. ازاي؟ هو انا لو قررت مثلا اطرح اسهم النادي الاهلي، ايه اللي هيحصل؟ اقسم بالله ما اقل من 2 مليار دولار. 2 مليار دولار. انا يا بقول لك ولد. النادي الاهلي مش اقل من كده. 2 مليار دولار. طب الناس اللي هتيجي تاخد النادي الاهلي، انا والله انا بتكلم لازم نفعل شركات الكوره. انا بتكلم مفيش اي اغراض ولا في اي حاجه خالص. بجد يا راجل. لكن هي الكوره دلوقتي بقت كده خالص مفيش غرض. الكوره بقت استثمار. بقت فلوس. ايوه الانديه الشعبيه مفيش فلوس بتضيع. زي هو لو مستثمر جه خد ايوه النادي الاهلي ولا نادي الزمالك، هياخده معاه وهيروح بيه وهيستثمر. لا ثواني بس ثواني يا عم الحاج، انت قلت كلام كبير جدا دلوقتي. الكلام الكبير سيبك بس من الجزئيه الاولى دي. انا عايز ايه؟ انا جاي لك انا جاي لك. سيبك من جزئيه النادي الاهلي ب 2 مليار دولار ويجيب ومش يجيب. خليك في الجزئيه الثانيه. انت عايز تبيع نادي الزمالك بيع، انت حر، مش مشكلتي. انت بتناشد وزير الشباب والرياضة بتغيير اللوائح والقوانين علشان يسمح للأندية الشعبية اللي ملك للحكومة زي نادي الزمالك. اتفضل. بص، انا اكون اول واحد بقود لك هذه الدعاوى. ما تقلقش، هنجيب. ده انا جايب لك عواد يا راجل، ده انا جيبه لك ويغني لك الاغنيه بتاعتك الشهيره. عواد باع ارضه؟ لا ده باع ناديه. ده بيع يا وديع. انت تبيع، انا ماليش فيه. وانت بتتكلم على قصه انه بص الانديه وبص مش عارف ايه ومانشستر سيتي و2 مليار دولار و2 مليار زرار وعمال تهري وانت قاعد. حد اشتكالك من النادي الاهلي بانه عليه مديونيه؟ لا. انا اقول لك هو بيقول كده ليه. انتهز تصريح الباشمهندس خالد مرتجي وهو بيقول انه على يعني اتحاد الكوره
وزاره الشباب والرياضه ان هي تبص وتساعد النادي الاهلي. ما هو النادي الاهلي برضو زيه زي الانديه التانيه اللي بتطلب مساعدات وانتوا بتساعدوها. على سبيل المثال وليس الحصر، احنا بنقول تم التعديل على بطولة افريقيا اللي انا مشارك فيها للمرة السادسة والرابعة على التوالي، بوصل للنهائي، هيدخل لي اكتر من 4.5 مليون دولار بس في البطولة دي. يا بتاع 2 مليار، استنى، اسمع الكلام للاخر. طب البطولة دي هتوصلني لغاية فين؟ خد يا سيدي عندك للسوبر الافريقي، جميل، فيها كام؟ 1.5 مليون دولار. خد يا سيدي عندك تبص تلاقي نفسك راح تلعب في كاس العالم للانديه، توصل لمركز متقدم، ادي 5-6 مليون دولار كمان. يعني مكسبك انت كنادي اهلي في بطوله افريقيا دي بس باللي هيجي من وراها في حدود ال 13-14 مليون دولار. ده قولا واحدا. جاي تتكلم، تحيات الباشمهندس محمود، جاي تتكلم على انه النادي الاهلي للبيع وانه الانديه مزنوقه ومحتاجه فلوس. انتوا ابعدوا دماغكم وعقليتكم عن النادي الاهلي، لانه في رساله انا حابب اوصلها لك مبدئيا كده. تعالى للناس اللي تناست، خليه يخلص بس جملته وبعدين نبدا. دولارات اتفضل، وبعدين انا اجيب لك الرد عليه. تخش بسبب الرياضه، امم لكن احنا باصين كده اهي قدامك اهي اهو ايوه مليارات دولارات قدامك، بس انت مش واقف متكتف مش عايز تعمل حاجه. فين؟ خد باور، اطرح، خلي الناس تدخل بص. تستثمر في الرياضه، ظبط الملاعب بتاعتك، حط كاميراتك، حط قرارات حازمه، ايوه اعمل ضبط، لجنه انضباط تشتغل بجد، عشان اي كهرباء حد يخطأ يتعاقب، ايوه وعقاب فوري، وعلى اي حد ماتش كبير على عقاب. هي دي الكوره دلوقتي، هو ده الاستثمار، هي دي الرياضه. انما نادي الزمالك بيعاني، اصل حاجزين على الارصده 50 مليون. 50 مليون ايه؟ 50 مليون بتدفع في لعيب. 50 مليون اللي محجوز ده بتدفع في لعيب. لعيب ايه؟ ممكن تدفع في نص لعيب. لعيب عدي دلوقتي. احنا بنتكلم على ميسي اللي 400 مليون دولار مزنوق يا دولار محي. يا ناس. دكتور محمد تحياتي لحضرتك. ارجوكم، لان النهارده تشوف مباراه الزمالك واسوان، مباراه دون المستوى. ايوه دون المستوى. في ليه؟ مباريات في الدرجه الثانيه احسن منها. ايوه لعيبه مش قادره تلعب كوره. ايه علاقه ده بالبيع؟ اللعيبه مش قادره تباصي. ايه علاقه ده اللعيبه بالبيع؟ مفيش كنترول على الكوره. ايه علاقه ده بالبيع؟ احنا تعبنا. ايوه والله انت أنا تعبت بتكلم، كزملكاوي، انا لا في مالي. اي غرض ولا في اي حاجه غير مصلحه الكوره في مصر. كذاب، انت كذاب. عارف ليه؟ ما كنتش قلت اطرح اسهم الشركه بتاعت النادي الاهلي في البورصه، ما كنتش قلت كده ونسيت يا محيي. نسيت برضو صاحبك عمرو اديب قالت له، نسيت صاحبك طلع قال ايه قبل كده؟ بص يا سيدي، ما هو ده صاحبه. بص يا سيدي، في النادي ده هو الاهلي النهارده لو نزل البورصه كم واحد هيشتري؟ ايوه يقول لك عمرو هيبيع النادي الاهلي. ايوه والنجم موجود مكانه، ومحمود الخطيب موجود، والناس اللي بتشجع الاهلي موجود، وحسين الشحات موجود، وكل حاجه موجوده. انما في النهايه ايه؟ النادي ده عايز شويه فلوس يتوسع، بيعمل استاد في مدينه نصر، بيعمل استاد في 6 اكتوبر، يجيب فلوس منين؟ يجيبها بقى ايه؟ ازاي؟ وده على فكره عرفتوا الخطه ايه؟ لو دورت على اساس كل واحد فيهم هتلاقيه ابيض الاساس ابيض وعلى الحديده، وبص هتلاقي خطين كده سود على عينيه، ما بقاش شايف ولا بقى فاكر ولا بقى سامع للي هيتقال دلوقتي. اتفضل يا سيدي، عشان بس اعرفك الناس دي شغاله ازاي. بتوفيق الله سبحانه وتعالى احنا حققنا، او النادي الاهلي حقق 12 بطوله. 12 بطوله، لو انت برضو جبت فريق في 4 سنين يحقق 12 بطوله ما بين محليه وقاريه وعالميه، كاس العالم للانديه، اعتقد هيبقى الاهلي في مقدمه كل الانديه العالميه.
مش هتكلم على العرب مصريه او العربيه او الافريقيه، لا تمام. العالميه. وده اللي يخليكم تفخروا بناديكم، اكيد. وما تخليش حد يشكك او يشكككم في ناديكم ايوه. وفي ولادكم وفي تاريخكم وفي مستقبلكم اللي جاي. في ناس المستقبل. بتحاول تهد ده، ايوه. وفي ناس بتشتغل عشان تهد ده. لازم ناخد بالنا. احنا واخدين بالنا يا كابتن بيبو. لو بنتكلم على البطولات دي، لا احنا واخدين بالنا. خد بقى الرساله الثانيه. انا بس بعيد لحضراتكم الذاكره، لان الكابتن محمود الخطيب والنادي الاهلي رد على كل التساؤلات اللي بتتقال دلوقتي. اتفضل. في صوره واضحه سواء الاعلام المرئي او ايوه. المسموع. في قنوات واعلاميين انتمائهم طغى على مهنيتهم، وده امر خطر جدا، لان بيوجد ايه في الشارع؟ الانتماء بتاع الاعلاميين اللي طغى على ايه؟ ها؟ على ايه؟ على مهنتهم. بقى بيوجد ايه في الشارع؟ ها؟ طيب الرساله بقى اللي كانت اهم بالنسبه لي وبالنسبه اعتقد لكل الاهلاويه. سرعه. اهداف الشركات تطوير الاداء التخصصي والسرعه. ايوه. الأداء. اهداف تدعيم الشركات. الموارد بالنسبه للنادي. ايوه. نقطه مهمه جدا، وهي الاهلي ليس للبيع. الاهلي ملك لجماهيره واعضائه. النادي الاهلي مش للبيع، ومش ممكن يكون للبيع. النادي الاهلي لجماهيره، ملك جماهيره واعضائه. وصلت الرساله يا كابتن قريع انت. وصلت الرساله يا استاذ عمرو. وصلت الرساله. انتوا عايزين يا جماعه تبيعوا نادي الزمالك، بيعوه. احنا ذنبنا ايه؟ احنا مالنا؟ ها؟ ما تزجش باسم النادي الاهلي ولا بشركات النادي الاهلي في حاجه. الكابتن محمود الخطيب قال ايه؟ قال ان الشركات بتاعه النادي الاهلي موجوده لتسريع العمليه الانشائيه، العمليه الاداريه. ما يبقاش سمك لبن تمر هندي زي ما انتم شايفين في الانديه التانيه. مش مشكلتي ان انت عندك اخفاق، مش مشكلتي ان انت مش قادر تدير، مش مشكلتي ان انت مش قادر تعمل لنفسك يعني انشاءات ان انت تجيب منها موارد. انا دي مش مشكلتي. يعني انا مش فاهم. انت عايز تعرض للبيع، عايز تغير لائحتك، عايز تغير من القوانين بمساعدة الوزير، ها؟ دي مشكلتكم انتوا مع بعضيكم. تيجي دلوقتي تتكلم وتزج بس وتقول لك النادي الاهلي لو بس ايه هو ايه يعني يتحط اسم او اسهم الشركات؟ طب وايه يعني لما يتباع الاهلي؟ طب وايه يعني لما يتباع الزمالك؟ طب وايه يعني لما تروح تبيع الاسماعيلي؟ طب وايه يعني لما تروح تبيع مثلا اي انديه؟ طب وايه يعني لما تبيع كل الانديه؟ ما تبيع، بيع اللي انت عايز تبيعه. لكن النادي الاهلي برساله واضحه من رئيس الجمعيه العموميه ورئيس مجلس الاداره، وبيتكلم نيابه عن جماهير النادي الاهلي، قال لك انه النادي الاهلي ملك لجمهوره وملك لاعضائه وجمعيته العموميه، ومش للبيع. الاهلي مش للبيع. قولا واحدا. انت عندك مشاكل، انت اوجد موارد تحل لك مشاكلك، اوجد النوافذ اللي تعمل بيها الموارد دي تحل لك مشاكلك. روح بقى اعرض انت اسهمك كنادي الزمالك. مش انت بتقول عندك قاعدة جماهيرية كبيرة جدا؟ تمام. فين حضرتك اسهمك اللي انت لما جيت تعمل عرض للاعلانات على التيشيرت بتاعك ما جابلكش فلوس؟ يبقى انت لما تيجي تبيع هيجيب لك فلوس؟ لا. لكن لما النادي الاهلي يتحط ويتباع هو كمان، يبقى كده بقى يبقى في اقتصاد، وناس تخش تحارب في ناس، وناس تخش تدوس على ناس
ومين اللي بيضيع في النص؟ الكيان، النادي. الناس دلوقتي ما بقتش عاجباها السبوبة اللي بالجنيه، بقت عايزة تاخد بالدولار الأخضر، وشغالين على السكريبت زي الفل. يعني بص ماسكينه كده وكأنهم ايه، يعني هاريينه وعندهم امتحان وطالعين عليه. ده في ليلة الصعود للنهائي الرابع على التوالي، ناس طالعه بدل ما تبارك لك وتحفز وتتكلم عن حجم الانجازات والاموال اللي هتضخ في الخزينه بتاعت الدوله المصريه هنا. ما احنا بنتكلم، هو الفلوس دي هتخش فين؟ هو النادي الاهلي لما يدخل عمله صعبه للبلد هيدخلها للنادي الاهلي ولا لمصر؟ انت عايز تبيع، انت حر. نرجو بس من الناس ان هي يعني اعقل الكلام، ركز شوف انت بتقول ايه، وردودك على انه غرامة كهرباء ومش غرامة كهرباء دي مش مشكلتنا، دي مش موضوعنا. انت عندك مشاكل يعني ملهاش حصر. خلصنا من موضوع انه يا جماعة قولا واحدا النادي الاهلي على لسان رئيس مجلس الادارة اللي موجود حاليا، وانا كواحد من الجمهور وده رأيي، واعتقد ان ده رأي ملايين الاهلاوية، انه النادي الاهلي ملك الجماهير والنادي الاهلي مش للبيع. طيب خلصنا من القصة دي، نخش على المعترك الثاني. هتقول لي يا بيبو هو لسه فيه معترك تاني؟ يبيعوا بقى الاخضر بقى ولا ما يبيعوش، احنا ملناش فيه. انت عارف عم احمد حسني، تحياتي لحضرتك، منور الدنيا. المعترك التاني كده يعني ما كانش ينفع ان انا اطلع بصراحه لايف على الصبح. يعني طلع الاستاذ ممدوح عباس ببيان رسمي، خليني كمان يمكن اعرضه لحضراتكم على الشاشه ورا ونقراه مع بعض، علشان نقول لك شفت وصلت بيا لفين. غصب عني حجزت عليكي يا ام خطين. ايوه اتفضل يا سيدي، لايك وشير يا شباب بعد اذنكم. ادي الجواب او بيان مكتب الدكتور كمال شعيب محامي الاستاذ ممدوح عباس، اللي بيقول فيه ده ردا على قناه نادي الزمالك وردا على يعني اعلامي نادي الزمالك. خليني بس كده اوريه لحضراتكم، وبعدين اهو البيان اهو كامل قدام حضراتكم. ادي البيان، اللي عايز ياخد سكرين شوت ياخد براحتك ماشي. ده بيان صدر عن مكتب الاستاذ كمال شعيب المستشار القانوني للسيد ممدوح عباس، اللي طلب فيه وقال حيث قد تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعية بقيام السيد ممدوح عباس بالحجز على حسابات نادي الزمالك بجميع البنوك المصرية، لذا وجب توضيح بعض الحقائق على النحو التالي: أن السيد ممدوح عباس قد حصل على عدد 100 حكم قضائي ابتدائي واستئنافي عن مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك، ولذلك منذ عام 2015-2016، وقد رفض السيد ممدوح عباس الشروع في اتخاذ أي إجراء تنفيذي بخصوص الأحكام النهائية واجبة النفاذ إلا بعد انتهاء كافة البطولات الرياضية التي يخوضها النادي وانتهاء الموسم الرياضي، حتى لا يؤثر ذلك على الفريق أو الفرق الرياضية، وذلك على الرغم من استمرار الإهانات اليومية التي يتعرض لها السيد ممدوح عباس من قبل إدارة نادي الزمالك الحالية والمعزول، كما أنه ليس صحيحا قيام السيد ممدوح عباس بالحجز على حسابات نادي الزمالك بكافة البنوك. يعني ده كمان إعلان صريح
بيقول في الراجل انه مش حاجز كمان على كل حسابات نادي الزمالك اللي طالعين يروجوا بالاشاعات وان السبب في الاستاذ ممدوح عباس. دلوقتي الراجل بيعلن قدام حضراتكم انه مفيش اي يعني اي خبر من الاخبار دي واي كلام من اللي بيتداول على قناة نادي الزمالك بالتحديد انه الاخبار دي ليس لها اي اساس من الصحة، اذا ان ما تم من اجراءات هو الحجز على حساب النادي باحد البنوك فقط، وبعد ان صرح مسؤول النادي مرارا وتكرارا بتوافر سيوله لدى النادي تقترب من نصف مليار جنيه، علما بان اصل قيمه الاحكام التي تم الحجز عليها هي 50 مليون جنيه، وهو ما لا يمكن التذرع معه بتعطيل مسيرة النادي، خاصة في ظل تصريحات رئيس النادي المعزول. يعني كده ده كان البيان اللي أصدره الأستاذ ممدوح عباس ب يعني الإعلان الرسمي على إنه نادي الزمالك هو ملوش عنده اصلا غير 50 مليون، وكل اللي طلع على الشاشات من خلال قناة الزمالك واللي كان بيروج ليه وبيتقال انه الحسابات مليانة فلوس وعايزين نصرفها، انه كمان البنوك ما فيهاش المبلغ اللي يغطي المديونية اللي للراجل اللي بقيمة 50 مليون جنيه. يعني كل المواطرات وكل الأكاذيب وكل الأحداث اللي بتحصل وبيترددها هزازين رؤوس على قناة نادي الزمالك هي ليس لها أي أساس من الصحة. طيب كمان على أخبار الفريق، كمان في مشاكل دلوقتي بتهدد اللاعب اسمه ايه، خليني بس افتكر لك ان اللاعب اللي مضى مع نادي بيراميدز مين يا جماعه؟ فكروني، اصل هم 2 لعيبه، ابن اسامه نبيه وابن فاروق جعفر. دلوقتي هم بيحاولوا ومحدش لسه عارف ان فاروق جعفر مضى على العقد الثالث لنادي بيراميدز. نادي بيراميدز اللي بيتواصل دلوقتي مع موسيماني اللي عرض انه ياخد $170,000 شهريا، ويكون في حالة أو في حالة يعني فسخ التعاقد ما بينه وما بين أيا كان نادي الزمالك أو نادي بيراميدز اللي عايزه فيهم $170,000 وسنة يعني للي يفسخ العقد وشهرين مقدم تعاقد، ومن حقه كمان انه بعد 60 يوم يفسخ هو التعاقد من جهة المدرب. طيب نخش على اللعيبة دلوقتي. احمد سيد زيزو، تحياتي يا استاذة مها، تحياتي لحضرتك، نورتينا وشرفتينا. كابتن حازم، تحياتي لحضرتك. اللي حاصل دلوقتي مع احمد سيد زيزو انه في مشكلة. هم ليه عمالين يروجوا؟ بص يا جماعة، قولا واحدا كده، كل ما تلاقيه بيحاول ينجم في لاعب اعرف ان في مشكله جوه. قولا واحد اعرف ان في مشكله جوه، اعرف انه في كارثه بتتم على اللاعب ده. انه يطلع بقى الاخبار ويقول لك احمد سيد زيزو مش عارف واحسن من مين واحسن من مين ومن قناه نادي الزمالك، اعرف انه في ازمه داخليه. احمد سيد زيزو جاي له عقد دلوقتي ب 2.5 مليون دولار، وعقد اللاعب نفسه هياخد $1.5 مليون في الموسم. هل هيقدر إدارة نادي الزمالك تقدر تقف قدام العقد بتاع أحمد سيد زيزو؟ الله أعلم، مش عارفين لحد دلوقتي، احنا مش عارفين. هنشوف بقى الإدارة بتاعة الكرة هتتعامل مع الموضوع ده ازاي. كمان حكموا على يوسف أسامة نبيه انه يجي الساعة 11 النادي ويتدرب كمان منفردا، وبيحاولوا ان هم
ينهوا على اللاعب قبل ما ينتقل بشكل رسمي لنادي الزمالك. خليني كمان هشوف لك بس ايه بعض الارقام اللي انا يمكن ما عجبتنيش الحلقه بتاعت امبارح، لانه حصل فيها تقطيع كتير على المباشر، فبالتالي بس حبيت اني يعني اذكر معاك بعض الارقام بعد ما خلصنا نادي. انا بقول لك بشكل رسمي قبل ما انهي اخبار الزمالك، بشكل رسمي المدرب اللي موجود مش مكمل الى غير لنهايه الموسم فقط لا غير. مفيش تكمله للمدرب الحالي، وبيبحثوا عن مدرب تاني، وعمالين دلوقتي يطلعوا ويقولوا لك انه المدرب بيحاول يفرض خطته، والمدرب بيحاول يفرض اسلوبه، واحنا مش موافقين، واحنا مش قاعدين، واحنا مش جايين، واحنا الملعب ما بيبينلناش حاجه، والكلام كل اللي انت شايفه قدام حضرتك ده يعني كل ده هراء لابعادك عن الحقيقه. انت كمشجع زملكاوي لو بتسمعنا او بتخش على القناه عندنا، فانت تنتبه علشان ما ترجعش تعيط بعدين. خليني كمان بس كده مشاركه سريعه، وانا عارف ان حضراتكم عارفين بس بعض الاحصائيات عن بطوله افريقيا بعد صعود النادي الاهلي. خليني اقول لك الارقام والاحصائيات اللي يعني حصدناها امس بعد المباراه، اللي بصراحه يعني بصراحه بالامانه مباراه كانت قويه جدا. وما تسمعش بقى للبعض اللي يقول لك ايه، لا اصل الفريق ده ضعيف. طب ما الفريق اللي ضعيف ده طلعك. لا اصل انت دلوقتي هتقابل الوداد. لا انا كنت اتمنى ان انت تقابل صن داونز، اصل صن داونز اقوى. طب ما الوداد خرج صن داونز. يعني بالعقل كده الاقوى هو اللي بيوصل للنهائي. ويعني اقول لك ايه، اقول لك خليني احط لك حته كوميدي كده قبل ما اخد لك التصريحات بتاعتنا. بجد هو ده يعني اقل ما يقال ليك يا راجل. ده راحوا سالوا شيخ. انت متخيل؟ بص اسمع معايا. نعم. شاط الكرة بنية الهدف. لاعب عادي، انسان شخص عادي ولا من آل البيت؟ من آل البيت. هو من آل البيت. نعم، وشاط الكرة ولكن الحارس صدها وكانت النية للهدف. كيف كانت النية للهدف؟ شادها ورصدها الحارس. وصدها الحارس. الحارس في النار. والكرة في الجنة. الاخوه الزملكاويه راحوا سالوا الشيخ اللي بيعملوا عنده الاعمال والاحجاء وال اسمها بيسموه الحجابات والحاجات دي والكلام الفاضي اللي انتوا عارفينه ده. فقال له، راحوا سالوا الشيخ بتاعهم زي ما انتوا سمعتوا اهو معانا، قال له في استاذ ياسر تحياتي للامانه ولا يعرفوا اي حاجه عن افريقيا، لكن هم راحوا سالوا الشيخ بتاعهم اللي بيعملوا عنده الاعمال، قالوا له في لاعب شاط الكوره بنيه الهدف والحارس صدها. فزي ما انتوا ايوه يعني ايوه شماروش ده زي ما انتوا سامعين. هو هم على فكره هم بيروحوا ما هو. طب معلش عيدها تاني. لاعب. نعم. لاعب. نعم. شاط الكرة بنية الهدف. لاعب عادي، انسان شخص عادي ولا من آل البيت؟ من آل البيت. هو من آل البيت. نعم، وشاط الكرة ولكن الحارس صدها وكانت النية للهدف. كيف كانت النية للهدف؟ شادها ورصدها الحارس. وصدها الحارس. الحارس في النار. والكرة في الجنة. مالهمش ملكة بأمانة، مالهمش ملكة. بالمناسبة يعني أنا عايز أقول لك إنه لو أنت عايز يعني تقف عند عامل مهم جدا جدا في سبب سوء مستوى الفرق اللي حضراتكم شايفينها دي، هي قولا واحدا كده يعني ما تتكسفش، جماهير الزمالك هي العامل الاساسي لافشال كل فرق افريقيا اللي بتلعب كوره. انت يا ابني قول لي انت ما شجعتش مين وفشل؟ ده انت بتشجع ناديك نفسه بيفشل.
ما بالك الانديه التانيه اللي انت بتشجعها؟ راح تسال الشيخ عن لاعب شاط كوره وهل ده حرام ولا حلال؟ كاتكم خيبه. خلينا يا عم نخش على الاحصائيات بتاعتنا اللي اهم منهم. اتمنى ان يكون الصوت تمام وواضح و100 100 زي يعني ما يكونش زي امبارح كده ويكون في تقطيع علينا. قلنا امبارح انه كان عدد الشوط على المرمى 8 للنادي الاهلي، شوط على المرمى برضو النادي الترجي 8، واون تارجت 4 جه منهم هدف، ولنادي الترجي اون تارجت 1 وتصدى لها الحارس. وكمان عندنا البوزيشن 70% للنادي الاهلي مقابل 30% لنادي الترجي. وهنا انا باخد بارقام اللي موجوده قدامي اللي ظهرت على الاحصائيات الرسميه. 749 تمريره، وقلنا ده رقم جامد جدا ولازم تقف عنده. وقبل ما تاخد 749 تمريره ما انت ممكن تقول لي لكن الباصات كانت غلط. لكن لما تيجي تقف عند كمان الباص كوريكت لما يعمل معاك 94%، يعني انت عملت انجاز من الارقام القياسيه اللي يعني صدرت امبارح واتكتبت على يعني او تحت اسم النادي الاهلي، مقابل 319 تمريره لنادي الترجي بنسبه 86%. كمان الفاولات 20 على النادي الاهلي مقابل 11 على نادي الترجي، والكورنرات 2. زي ما قلنا امبارح كانت الكوره اكتر الوقت كانت موجوده في الملعب. طيب اهم الارقام والاحصائيات اللي طلعت امبارح على لاعبي وعلى النادي الاهلي وعلى كل الانجاز اللي بيتكتب دلوقتي في الوقت الحالي مع اللاعبين الحاليين. في بعض الارقام كده ذكرت امس حبيت ان انا اشاركها مع حضراتكم. اول حاجه بس الجوائز القوائم الماليه بتاعتها بعد التغيير للي ما تابعش بقت من 2 مليون دولار بقت 4 مليون دولار للبطل، والوصيف 2 مليون دولار، والمتأهل إلى نصف النهائي مليون و200 ألف دولار، والثالث والرابع بقى من بقية اللي انتوا عارفينهم دول هياخد من الجوائز 750 ألف دولار. هي كانت 2.5 عفوا، زادت بنسبة 40%، يعني بقت 4 مليون دولار. فبالتالي كده خليني كمان نخش على تفاصيل كمان او جيل النادي الاهلي والتاريخ اللي بيتكتب دلوقتي على يعني ايدين او على او باقدام لاعبي النادي الاهلي اللي موجودين حاليا. تعال اقول لك انه عمرو السولية لعب 79 مباراة، شارك في 6 مباريات نهائي كأس افريقيا للأندية ابطال الدوري. ويجي بعديه على طول محمد الشناوي ب 68 مباراة و38 شباك نظيفة و5 مباريات نهائية تواجد فيهم محمد الشناوي. ثالث لاعب يجي معانا في القائمة هو محمد هاني، كان بيرتدي شارة الكابتنة امبارح ب 64 مباراة والمشاركة في 6 مباريات نهائية. وكمان عندنا الرابع حسين الشحات 45 مباراة، 11 هدف زائد 8 اسيست مع النادي الاهلي، 4 مباريات نهائيه. وكمان عندنا اليو ديانج 47 مباراه مع النادي الاهلي، 4 مباريات للنهائي. وكمان ياسر ابراهيم 40 مباراه مع النادي الاهلي، 4 مباريات نهائيه. ويجي اللاعب رقم 7 معانا مجدي قفشه 39 مباراه مع النادي الاهلي، 8 اهداف زائد 7 اسيست، 4 نهائيات.
يجي اللاعب رقم 8 معانا حمدي فتحي 34 مباراة، زائد كمان انه شارك في 4 نهائيات. ايمن اشرف 66 مباراة، يعني مع النادي الاهلي شارك في 6 نهائيات او 6 مباريات في النهائيات بتاعه دوري ابطال افريقيا، يعني يجي بقى ويتصدر قائمة اللعيبة علي معلول مع النادي الأهلي، وفي دوري أبطال أفريقيا لعب 67 مباراة، الأهداف 10، صناعة أهداف 22 أسيست. عندنا كمان نسبة المساهمة في الأهداف بتاعة النادي الأهلي في إفريقيا، دي نسبة كبيرة جدا، بتيجي جنبها 47%. الوصول للمباريات النهائية كمان لعلي معلول هو 6 مباريات نهائية، الألقاب طبعا 2. ودي كانت بعض الأرقام اللي يعني حبيت إني أشاركها مع حضراتكم. كمان في رقم مهم جدا 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 لازم نتكلم عليه للاعبنا محمد عبد المنعم قدام نادي الترجي، اللي عمل تمريرات يعني عايز اقول لك انه او كسر ارقام قويه جدا جدا جدا. لاول مره في تاريخ النادي الاهلي وفي لعيبه متواجده مع النادي الاهلي انه يعمل عدد تمريرات صحيحه بنسبه 100%. ولك ان تتخيل انه ما في باص غلط، ما في استلام غلط، ما في تمريرة غلط، ما في إنقاذ غلط لأي موقف دفاعي مع محمد عبد المنعم، اللي استخلص الكرة الأكثر في الفريقين ب8 مرات، والتمرير بدقة 100%، 48 تمريرة، وهو الأكثر ما بين الفريقين. واستلام الكرة بنسبة 41 تمريرة، ويعني خسارة الكرة 0. يعني محمد عبد المنعم لو جيت سألته يا ابني انت عملت ايه امبارح او ايه اخطائك امبارح، هيقول لك انا ما عنديش اي خطأ يعني ارتكبته امام نادي الترجي. دي بس بعض الارقام اللي لازم نقف عندها، غير ال4 دقايق وكسور اللي فضل استحواذ والكرة في اقدام لاعبي النادي الاهلي. البعض قال ان هي 96 تمريره، ولكن انا بالارقام الاحصائيات اللي احنا استنتجناها وطلعناها يعني ما يعادل ال 94 تمريره، وده برضو رقم قياسي جدا، يعني لازم يتكتب ولازم يتحط تحت كمان شعار النادي الاهلي. تحياتي للاستاذه راويه، نورتينا وشرفتينا، وتحياتي لكل يعني الناس اللي بتتابعنا من اي مكان ايا كان. دلوقتي كده اعتقد انه الحلقه بتاعتي خلصت، ولو في اي سؤال عند حضراتكم انا جاهز. ناخد بس بعض من رسائل حضراتكم و نشوف لو في اي سؤال. انا جاهز. عم حسين فؤاد بشكرك على تواجدك معانا. استاذ مايكل بشكرك جدا. استاذ محمد زكريا، رضا سر السعاده، استاذه راويه، استاذه سعاد، استاذه سلوى، تحياتنا ليكم جميعا. كمان خلينا نطلع كده شويه. استاذ ياسر عز عز الدين عز الدين، اوكي. اعتقد ان هم كده. هم بيروحوا على فكره، لو لقوا شيخ اقول لك ايه ملوش مله اصلا هيروحوا له عادي جدا. استاذ طه تحياتي بشكرك على تواجدك معايا. استاذ احمد قوطه تحياتي ليك بشكرك على تواجدك معايا. استاذ احمد حسني تحياتي ليك وبشكرك على تواجدك معايا كمان. بشكر كل الناس اللي بتشرفنا. باشمهندس محمود داوود تحياتي. كابتن حازم، استاذه مها عمرو، كمان نسر الاهلي ابو عمر. طيب
استاذ عبده تحياتي وبشكرك على تواجدك كمان معايا. خلينا نطلع كده فوق شويه. استاذه امال